السلام عليكم، معكم محمد واهلا بيكم في اهم 7 مميزات لبرنامج دافنشي ريزولف النسخة ال20. اول ميزة معانا واللي هي الزوم تو كورسر. قبل كده لما كنا بنيجي نزوم على اي حاجة في الفيور، لما كنا بنيجي نزوم كده بالماوس ويل كنا دايما بنروح للسنتر بتاع الفيور، حتى لو بنزوم من الجنب كنا بنروح للسنتر. لكن دلوقتي مع التحديث الجديد بقيت لما بتزوم في اي حتة بتروح مكان ما الماوس موجود، بيزوم على المكان اللي الماوس موجود فيه. دي طبعا ميزة جامدة جدا لو انت بتلون، لو انت بتعمل VFX او بتعمل كومبوزيتنج في اي حاجة، انك تعرف تشوف التفاصيل بشكل اوضح. والميزة ديت هتنفعك جدا بانك تاخد بالك من التفاصيل اللي في الفيديو بتاعك. الميزة رقم 2 معانا واللي هي التكست بوكس. قبل كده لما كنا بنيجي نجيب تكست بلس نحطها على التايم لاين، كنا نيجي نكتب اي حاجة. تعالوا بس نغير اللون كده عشان نشوف. كنا نيجي نكتب اي حاجة مثلا كلام كتير كده، كان الكلام بيخرج بره الفيور بتاعنا. فعلشان نيجي نصلح ده كنا بنيجي نضغط في اي حتة هنا وندوس انتر، فالكلام بيتقسم معانا لسطرين تحت بعض، لكن مش بيبقى معانا تحكم فيه بشكل احسن. لكن مع التحديث الجديد بقيت تقدر تيجي على لاي اوت، التايب تغيره من بوينت تخليه تكست بوكس. بعد كده تيجي على المثلث ده وتضغط عليه وتختار فيوجن اوفرلاي. بعد كده تيجي تضغط على راب تو تكست بوكس، هتلاقي المربع او الصندوق اللي ظهر قدامك في الفيور ده. تعالوا عشان تشوفوا بشكل احسن، تعالوا نقلل دي كده عشان تشوفوا بشكل احسن. تعالوا نغير النص برضو للون الابيض عشان تشوفوا بشكل احسن. هتلاقي المربع الاخضر ده النص بقى ياخد الشكل بتاعه، حتى لو كبرت او صغرت النص هيفضل ياخد الشكل بتاعه وتقدر تتحكم فيه بشكل كامل. ولو زودت اي حاجة النص هيفضل جوه البوكس، مش هيخرج بره او مش هيخرج بره الفيور تاني. الميزه رقم 3 معانا واللي هي المالتي تكست. قبل كده عشان نضيف كذا نص فوق بعض كنا بنيجي نسحب تكست بلس، ولو عايزين نضيف نص كمان بنسحب تكست بلس كمان نحطها فوقها، ولو عايزين نضيف كمان بنسحب واحده كمان ونحطها فوقها، وهكذا. لكن مع المالتي تكست بقيت تقدر تسحب المالتي تكست من هنا، افكتس مالتي تكست، تسحبها تحطها على التايم لاين، تتحكم في الوقت بتاعها زي ما انت عايز. تيجي هنا على الانسبكتور هتلاقي تكست 1 تقدر تكتب فيه اي حاجة، وتقدر تضيف تكست من هنا كمان، وتقدر تضيف الثالث الرابع الخامس السادس السابع الى ما لا نهاية زي ما انت عايز. تقدر تضيف التكست وفي خاصية البوكس اللي اتكلمنا عنها قبل كده. تعال نمسح دول عشان تشوفوا. خلي مثلا معانا 3، انتوا فهمتوا الفكرة. تعال نضيف اللي هو الرابع ده في البوكس، فنقدر نكتب اي حاجة في الرابع فهياخد شكل البوكس على طول. نقدر نضيف تكست على شكل دايرة، فلو كتبنا اي حاجة هيفضل ياخد منحنى الدايرة. وطبعا كل بوكس من دولت نقدر نتحكم فيه بشكل منفرد، ونقدر نعمل له كي فريم بشكل منفرد ونتحكم فيهم كلهم مرة واحدة من غير ما نفضل نضيف تكست فوق تكست فوق تكست، والتايم لاين بتاعنا يبقى شكله مش حلو ويبقى متلخبط. والميزه ديت انا شايف ان هي تسهل علينا امور كتير جدا، بان احنا نضيف مالتي تكست او كذا تكست في حاجه واحده نحطها على التايم لاين ونتحكم في كل حاجه لوحدها. يعني تقدر تدوس هنا تغير التراكنج مثلا كده او تغير لونه، وتدوس هنا تغير لونه مثلا ده كده، وتقدر تغير الخط برضو وتتحكم فيه زي ما انت عايز، ومعاك كل التحكمات زي ما انت عايز. تقدر بس تضغط على التكست اللي انت عايز تلعب فيه او تتحكم فيه وتبدأ تعدل زي ما انت عايز. الميزة رقم 4 معانا واللي هي الكي فريمز. قبل كده لما كنا بنيجي نسحب اي حاجة وان كان اللوجو ده عايزين نعمل له كي فريم، مثلا في بداية الفيديو نعمل كي فريم نصغر حجمه كده، بعد كام فريم كده نكبر حجمه كده. تعال نتفرج فهتلاقي كده، لكن مش معانا تحكم كامل في الكي فريمز بتاعتنا او في الجراف بتاعنا. وقبل كده كان التحكم صعب برضو، لكن دلوقتي مع الكي فريم تقدر تيجي تدوس هنا هتلاقي حاجة اسمها كي فريم تري، تدوس عليها طلعها فوق كده شوية، هتلاقي الاتنين كي فريم اللي انت عملتهم واي كي فريم هتعمله مثلا كده هتلاقيه بيتضاف على التري كده، وتقدر تتحكم فيهم بشكل منفرد كده، تطولهم تصغرهم اي حاجة تتحكم فيهم بشكل منفرد. تقدر تيجي على كي فريمز من فوق هنا وتدوس على الايكون الصغيرة ديت وهتلاقي الجراف ظهر معاك. تقدر تحدد ده كله كده وتختار اي حاجة من هنا. تعالى بس نكبر دي شوية كده
وتختار اي مود من دولت. مثلا اختار ايز ان وايز اوت، فهيبقى معايا ايز ان وايز اوت للكي فريم بتاعتي، اللي هو يكبر بالراحة وبعد كده يسرع وبعد كده ينهي بالراحة تاني، واقدر اتحكم فيهم مثلا بالهاندل دي كده، مثلا اللي هو ايه يكبر بسرعة وبعد كده يفنش بالراحة. ازاي كده؟ تعالى هتلاقيه بيكبر بسرعة وبيبطأ عند الاخر، اقدر اعكسها زي ما انا عايز. تعالى نمسح الكي فريم دول، نقدر نتحكم من هنا. تعالى نرجع دول زي ما كانوا كده، نسحب دي كده، اللي هو يبدأ بالراحة ويسرع في الاخر كده زي ما انتوا شايفين. تقدر بقى تتحكم زي ما انت عايز، يبقى معاك تحكم كامل بالشكل اللي انت عايزه. الميزة رقم 4 معانا واللي هي الفيرتيكال فيور. قبل كده لما كنا بنيجي نشتغل على اي حاجة فيرتيكال، سواء بنشتغل على ريلز او بنشتغل على تيك توك او شورتس او اي حاجة، كان بيبقى عندنا الفيور صغير ما بنعرفش نشوف كويس. لكن دلوقتي مع الفيرتيكال فيور اللي هي بتيجي تدوس عليها من هنا بيفتح لك فيور اكبر. تعال نصغر ده كده علشان نشوف بشكل اوضح، ونعلي دي كده عشان نشوف بشكل اوضح. هتلاقي معانا الفيور تقدر برضو تتحكم فيه وتشوف الريل بتاعك او الشورت اللي انت بتعمله بشكل اوضح، وتشوف كل حاجة بشكل احسن. فانت تقدر تفعل الفيرتيكال فيور من العلامة ديت، او لو الانسبكتور بتاعك كده تقدر تفعلها من نفس العلامة بس هتلاقيها ناحية اليمين شوية. الخاصية رقم 6 معانا واللي هي الريكوردر. دافنشي ريزولف بيقدم لنا ميزة كويسة جدا واللي هي خاصية التسجيل وانت بتمنتج. لو انت نسيت اي حاجة وانت بتسجل الفيديو بتاعك او عايز تضيف اي كلام على المونتاج بتاعك، تقدر تيجي هنا على علامة الميكروفون تدوس عليها، هيفتح لك الريكوردر. تقدر تكتب اسم الفايل اللي دافنشي ريزولف هيحفظ فيه التسجيل، تقدر تختار المايك اللي هتسجل بيه، تقدر تختار الصوت هيضاف على انه تراك، وتقدر تلعب في الاعدادات من هنا ان هو يديك 3 ثواني مثلا كاونت داون قبل ما يبدأ التسجيل، وفي الاخر تدوس على علامة المايك دي هتلاقيه بيديك 3 ثواني وبعد كده بيبدأ تسجيل. واي حاجة بنقولها دلوقتي هتلاقيها محطوطة على التراك اللي احنا محددينه، واحنا قايلين له ان هو يحدد اوتو تراك، فاللي هو يحطها على اي تراك هو شايفه. لكن لو خلصنا نقدر نعمل كده، لو عايزينها على التراك الاولاني نقدر نضيف التراك الاولاني، نبدا نسجل هيضيفها على التراك الاولاني تسجيل. واي زي ما حاجه انتم بنقولها شايفين كده بدأ يضيفها على التراك على التراك. وقت ما تخلص تسجيل تدوس على العلامه ديت وهيبقى معاك الصوت تتحكم فيه زي ما انت عايز. الخاصيه رقم 7 معانا واللي هي اوديو ليفل ماتشر. احنا دلوقتي معانا الاتنين ساوند تراك دول اللي لسه عاملينهم. تعالى نعلي الفوليوم بتاع ده شويه ونصغر الفوليوم بتاع ده شويه. واحنا دلوقتي مثلا لو معانا كذا تراك، تعالى ننسخ دول كده ونلعب في الاصوات بتاعتهم كده مثلا نخلي واحد كبير واحد صغير وكده. احنا عايزين نخليهم كلهم بنفس المستوى بضغطة زرار واحدة. هنيجي على الفير لايت بيج وتعالوا نكبر الفيور بتاعنا كده شوية. عايزين مثلا نخليهم كلهم بنفس المستوى بتاع ديت، هنيجي نضغط عليها كده كليك يمين، كليب اوبريشن، ليفل ماتشر، كابتشر ليفل بروفايل، اللي هو بقول له انت خد المستوى بتاع الصوت ده من التراك ده، واجي احدد دول كده وادوس كليك يمين، كليب اوبريشن، ليفل ماتشر، ابلاي ليفل بروفايل، وهيبدا يخليهم لي كلهم في نفس المستوى. وبس كده يا جدعان، دول كانوا احسن 7 مميزات انا شايفهم من وجهة نظري في برنامج دافنشي ريزولف 20. في طبعا مميزات تانية ما اتكلمناش عنها. لو عجبكم الفيديو نقدر نعمل فيديو كمان ونقولهم، واستنوا الفيديو الجاي هيبقى فيديو مهم جدا هيسهل عليكم الشغل برضو، واللي هو هنشرح فيه الكيبورد كاستمايزيشن، وهقول لكم على شوية حاجات تعملوهم هيسهلوا عليكم الشغل بطريقة جامدة جدا. فاستنوا الفيديو الجاي، متنسوش تصلوا على النبي، دوسوا لايك، دوسوا اشتراك، وسلام عليكم.